السلام عليكم متابعيني الأعزاء. هواية منكم دا يسأل على أسعار الشقق في مجمع بسماية. أكو بسماية 3 مساحات 100 120 و140 متر مربع. كل مساحة يجي منها نوع شرقي ونوع غربي. طبعا السعر ما يختلف بين الشرقي والغربي. أول شي راح نحكي على شقق المدفوع سعرها كامل وما باقي عليها أي أقساط. فهاي 100 متر مربع دا تنباع حاليا ب 105 إلى 108 مليون دينار عراقي. أما 120 متر فدا تنباع ب 123 إلى 130 مليون. وبالنسبة للشقق بمساحة 140 متر فتتنباع حاليا بسعر 145 إلى 150 مليون دينار عراقي. هذا كل اللي يخص الشقق المدفوعة واللي تشتريها من مواطنين أو مكاتب دافعين فلوسها كاملة. أما المواطن اللي مسجل على شقة ومستلمها وما دافع فلوسها كاملة فحاليا دا يحمل فوق اللي دافعه 30 إلى 35 مليون دينار. يعني اللي موصل منه فلوسه 15 مليون دا يبيعها ب 45 إلى 50 مليون. طبعا هاي بيها إشكالات، لأن الشقة ما تتحول باسمك إذا ما يكون واصل 50% من سعرها. يعني راح تشتريها من خلال مكاتبة فقط، أو أنت توصل فلوسها لحد 50% وبوقتها تقدر تحولها باسمك رسميا. هسه نحكي على الشراء من خلال الهيئة، وهو الأفضل لأن راح تشتري الشقة بسعر الدولة واللي هو 630 دولار لكل متر. يعني الشقة من 100 متر راح تشتريها ب 6300 دولار، واللي تساوي بسعر الصرف الرسمي حاليا 83 مليون دينار عراقي، وبسعر الصرف السوقي بالوقت الحالي 93 مليون دينار عراقي. المشكلة بطريقة الشراء هاي أنه لازم تنتظر الهيئة الوطنية للاستثمار تفتح التقديم، وهم يفتحون التقديم كل ما تتوفر عندهم شقق. وموضوع توفر الشقق هذا مو معلوم مش وقت، يعني ممكن يكون الوقت بين فتح تقديم وآخر سنة، أو ممكن يكون 4 سنين أو حتى أكثر. فمو معلوم أبدا شو وقت ينفتح التقديم.